السلام عليكم، معكم ميرو مختار. النهاردة هنقدم بقى سلسلة من الأكلات الاقتصادية. هنعمل مع بعض الحواوشي باللحمة، وهنعمله اقتصادي بربع كيلو من اللحمة المفرومة. هنحوله نص كيلو وهنعمل كمية ما شاء الله حلوة. شايفين ده من ربع كيلو حواوشي بس، وشايفين من جوه الحشو عامل ازاي. عشان تعرفوا الطريقة يلا بينا تابعونا. بس قبل ما نروح ما تنسوش من لايك وشير وسبسكرايب. نبدأ نقول بسم الله. معايا ربع كيلو من اللحمة المفرومة. معايا كمان بطاطساية مبشورة وغسلاها وعصرها جدا من المية بتاعتها، مش عايزة يبقى فيها مية خالص. كمان معايا جزراية كبيرة مبشورة وبرضو عصرة المية بتاعتها، مش عايزة يبقى فيها مية. وبصلتين مبشورين ورغيف عيش بلدي منقوع ومعصور ميته وطماطمية مبشورة. لو عندك اللي الضاني ممكن تستعملي اللي الضاني معاهم وتحطي اللي الضاني. طبعا احنا عارفين الحواوشي بيبقى محتاج اللي الضاني. معايا كمان نص حسبة من البقدونس. لا مش بقدونس، كزبرة. هنزل بقى بالبهارات بتاعتي على حسب بقى ما انت حابه. انا حطيت قرفه وملح وشطه وبابريكا وبهار حواوشي وبهار لحمه. بصوا حط البهارات اللي انت عايزاها، وتوم بودر وبصل بودر. وحطيت معلقتين من الزيت والملح والشطه. طبعا الشطه ده شيء اساسي. هنقلب بقى كل كده المكونات دي مع بعض. بعد كده هنعمها في قلب الكبة. طيب ممكن اسيبها كده، ممكن تسيبها كده، بس لو اولادك مش بياكلوا الجزر هيلاحظوا. لو مش بياكلوا مثلا البطاطس هيلاحظوا ان فيها حاجة غريبة. انما اما تضربي كل ده في قلب الكبة وتنعمها مع بعض مفيش اي حاجة هتبان خالص. شوفي ربع كيلو من اللحمة حولناها نص كيلو بحاجات مفيدة والأولاد هيحبوها كمان. وممكن كمان تحطي سبانخ. شايفين هنا بعد ما نعمتها في الجزء ده، انا بس الكاميرا كانت اتطفت. انا ولعت فحمة وعطت لها كمان طعم الفحم. حطيتها كده وطفيت عليها وسبتها كده تتغطى واخدت طعم الفحم كده. وحطيتها في قلب التلاجة تتشمع. وكلي بقى احلى حواوشي. تعالي هنا بقى نعمل بقى العيش بقى بتاعنا. معايا هنا نص كيلو من الدقيق. الدقيق ده معمول بدقيق ابيض وخلطة بالاسمر او الدقيق الحبة الكاملة. هنزل بكيس من الخميرة ومعلقة من السكر وشوية كده من الملح ومعلقتين من الزيت او ربع كوب من الزيت. جربوا بس ان انتوا تعملوا الحاجات دي في قلب البيت، بجد ولادكم هيحبوها. وكمان انتوا بتقدموا لهم فيها حاجة مغذية وحاجة مفيدة ليهم. هما ما بيحبوش، فهم ما بيحبوش ايه من الخضار، ممكن تعملها لهم بالطريقة دي. برضو انا هنزل لكم برضو طريقة الفراخ، برضو الحواوشي بالفراخ بطريقة اقتصادية وفيها برضو حاجة مفيدة. لو اولادك ما بيحبوهاش ضيفوها فيها وشوفي هم هياكلوها ازاي ولا هيلاحظوا خالص. تمام. هنا خلاص بقلب كده الدقيق في قلب الزيت وبغلفهم كده. وبعد كده هنزل بكوباية من شرش اللبن او اللبن القاطع او اللبن الرايب على حسب الموجود عندك. هنا الدقيق اخد معايا كوبايتين من المية. ممكن تستعملي كمان مية وممكن تستعملي لبن. تمام. وهتعجني لمدة 10 دقايق لو في العجان، انما لو على ايدك هتعجني لمدة ربع ساعة، بحيث ان العجينة بتاعتنا تبقى ناعمة جدا تشد العيش معاكي هيشد حلو. هنا بحاول انا المها كده علشان ادهنها من الزيت. طيب هدهنها زيت ليه؟ علشان الوش بتاعها ما يتشققش وينشف كده، وما تيجي تقطعيها وتفرديها هيبقى مشقق منك وما هيبقاش حلو. تمام. هدهنها كده من الزيت واغطيها اسيبها يعني هتاخد من نص ساعة لساعة على حسب درجة حرارة المطبخ. هي هنا عندي معاها يدوب يعني مثلا تقريبا نص ساعة وكانت خمرتها حلو. لو الفيديو بقى عجبك ووصلت معايا لغاية هنا يبقى ما تنسيش من تحط لي اللايك. اللايك بيفرق معايا جدا في قلب الفيديو، وبيرفع الفيديو وبيرفع من معنوياتي انا كمان شخصيا. وبجد بجد بشكر كل واحدة دخلت عندي على القناة وقالت لي كلمة حلوة في تعليق حلو زيها كده، كلمة حلوة كده وبتشجعني ان انا اقدم لها كل حاجة جديدة.
شايفين هنا انا بقى بقطع العجينة على حسب بقى ايه حجم الرغيف اللي انا محتاجاه. ممكن تعملي رغيف كبير وتقفلي عليه برغيف صغير، بس انا هقول لكم على طريقه حلوه جدا لتقفيله العيش الحواوشي. ممكن تستعملي الخلطه دي برضو، خلطه الحواوشي اللي انت تشتري العيش جاهز كده من قلب الفرن، بيبقى فيه عيش كده مخصص كده للحواوشي، تجيبيه وتعملي. بس انا يعني قلت اما اعمل انا العجين في قلب البيت، العجين في البيت بيبقى بيخلي ريحه البيت كده جميله كده وحلوه. شايفين هنا هسيبه بقى لمدة كده 10 دقايق، وبعد كده هشتغل في الحواوشي. هجيب كده اول الكورة الاول واحدة اللي احنا عملناها مع بعض، هفردها كده بالمردانة، طبعا نفردها دايرة. شوفوا انتوا كمان محتاجين تعملوا ايه برضه اقتصادي واحنا نعمله مع بعض، ادي احنا كلنا بنستفيد من بعض وبنقدم افكار حلوة لبعض. يعني مش شرط يعني اللي عشان اعمل حواوشي لاولادي، هو في الايام العادية كنا بنعملها باللحمة كامل، يعني مثلا اجيب اللحمة او كده، انما الظروف الايام دي بتبقى على الكل مش علينا احنا بس، لا على كل الناس. فالحمد لله على كل حال، وبس يا رب تعدي بس الايام دي كده على خير من غير اي حاجة وحشة، وان شاء الله ان شاء الله غمة وهتزول باذن الله. هنا بقى هجيب بقى الحواوشي بتاعنا بعد ما خرجته من قلب التلاجة. هحطه كده في نص العيش بتاعنا وهقفل عليه بقى. طيب هتقفلي عليه ازاي يا ست أميرة؟ او زي ما انت كده حطيتي في النص، شايفين هشد العجين لبره كده وهدخل هتني عليه لجوه، شايفين كده هشد لبره واقوم مدخله لجوه. ما تخافيش، طول ما العجينه مرتاحه معاك ومخدومه حلوه يبقى عمرها ما هتتقطع منك نهائي. هقفلها كده حلو بحيث ان ما يخرجش منه وهو بيتخبز، واحاول ان انا اعملها بشكل دايره. هي اي نعم معوقه شويه الدايره بتاعتنا كده، بس اهو ماشي حاله. بس بجد وهو بيتخبز بجد ريحته رهيبه رهيبه رهيبه. واقول لك على طريقه السوا تسويها ازاي. اللي هو طبعا لو انت دخلتي العيش ده في قلب الفرن وسبتيه على درجة حرارة عالية، العجين هيستوى واللحمة من جوه مش هتستوى، هتبقى لسه نية. طيب اسويها ازاي؟ هدي درجة الحرارة بتاعة الفرن شوية، يعني مثلا لو الفرن على 100 على 200، لا خليها على 170. لو فرنك على 180 خليها على 160. طول ما الفرن حرارته هادية الحشوة من جوه هتستوى براحتها، وكمان العيش هياخد كده اللون الجميل بتاعه. وكل شوية تقلبيه على الجهة التانية، يعني مثلا ما تسيبوش على ناحية واحدة بس، لا كل مثلا 10 دقايق كده تقلبي الرغيف على الناحية التانية بحيث ان هو يستوى من جميع الجهات. جربي الطريقة دي وان شاء الله هتعجبكم. انما لو انت عليت النار وسبتها على درجة حرارة عالية، الفرن العيش او العجين هيستوى بسرعة، والحشوة هيبقى هتيجي تاكلي كده هتحسي ان هو لسه ني. فاحنا مش عايزين كده، عايزين نتجنب المشكلة دي. فاعملي زي ما انا قلت كده. هنا خلاص بعد ما العجين ارتاح 10 دقايق كده او ربع ساعة، هجيب معلقتين من اللبن عليها معلقة من السكر ومعلقة من الزبدة، وهقلبهم مع بعض وهدهن بيها الوش بتاع العيش. عايزة تحط على الوش سمسم وحبة سودا، حط سمسم وحبة سودا. عندك الجبن ممكن تحط على الوش بتاعه جبنة وتعملي مثلا وش بيتزا. بس زي ما احنا بنقول احنا بنحاول نعمل اكلات اقتصادية وموفرة معانا، فنجرب الطريقة دي عجبتكم وعجبت اولادكم يبقى تقدموها لهم بألف هنا وعافية، وما تعرفهمش هما فيها ايه. وبجد هتاكلي احلى واطعم حواوشي، احلى كمان من اللحمه اللي احنا بنعملها كده. بس شايفين بعد ما خرج من قلب الفرن، ده اول صينيه ودي التانية، فانا كنت كل شويه بقلبها، فما شاء الله الريحه بتاعته كانت خطيره جدا. وفي نهايه الفيديو لو الفيديو عجبكم